البداية الأسوأ بتخلّيك تروح غصب عنّك طبعًا لنتايج أسوأ، والكلام ده ينطبق على 3 المدرب طبعًا واللعيبة والإدارة. نيجي هنا للمدرب، المدرب هنا اللي عنده قناعات 100% بطاهر محمد طاهر، مع إنه شايفه الماتش اللي فات إنه أسوأ لاعب وأقل لاعب تقييم، ويصر طبعًا إن هو يبدأ بيه الماتش ده، فلأ يبقى عليه علامات استفهام. وأنا قُلت لك لو أنت اتفرّجت على الفيديو اللي فات إن أنا دلوقتي بقيت باقيّم المدرب على أساس طاهر، لو طاهر بيلعب يبقى المدرب ده عليه علامات استفهام، لو طاهر على الدكة فالمدرب ده كويس. طب هل الكلام ده ينطبق على طاهر بس؟ لأ طبعًا، مع إن دي نظرية غلط قُلتها لك، ولكن نفس الكلام ينطبق طبعًا على كوكا. كوكا هنا اللي المدرب شافه هنا ماتش و2 و3 و4 و5 ناحية الشمال، وشافه إنه لم يقدم أي شيء، ويصر برضه إن هو يبدأ بيه ماتش النهارده، مع إنه طبعًا عنده شكري على الدكة. فلأ هنا المدرب هنا لازم تشوف هنا قناعاته إيه. طب هل هنا هي دي فعلًا قناعات المدرب، والّا المدرب المصري اللي معاه هو هنا اللي بيملّيه؟ لإن هنا طبعًا بعد هنا ما أدرك خطأه طبعًا الشوط الأول، طلّع بعد نهاية الشوط الأول طلّع طاهر ونزّل طبعًا أحمد عبد القادر. فهل دي قناعات المدرب رقم 1، والّا هنا المدرب المصري اللي جنبه هو هنا اللي بيخلّيه يشوف الدنيا؟ لإن طبعًا اللي بيشيل الليلة في الآخر هو